الفيديو بتاعنا النهاردة عن الحواوشي الاسكندراني وجماله بطريقة سهلة وجميلة، هتعمليه من الألف للياء في البيت. وشايفينه عاملاه طبعا بالكبد والقوانص، تحفة. شايفين شكل الرغيفة بتاعتي، وده طبعا الشكل بعد ما خلصناه. طبعا حبايبي اللي لسه بيشوف القناة لأول مرة، يا ريت تشتركوا في القناة، وطبعا فعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد من وصفاتي، واللايك الجميل منكم اللي بيشجعني ان انا اعمل فيديوهات اكتر، وصفات اكتر. يلا بينا نشوف الفيديو. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. اهلا بيكم حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وصحه وعافيه. النهارده هنعمل حواوشي اسكندراني بطريقه جميله جدا جدا، وباسهل طريقه. مكونات عندك في البيت. هنعمله كمان بكبد وقوانص. عندي الكبد ركناه على جنب والقوانص على جنب. وعندي هنا 6 كوبايات من الدقيق، طبعا كل كوبايتين ليها كوبايه الا ربع الكوبايه من السوائل. وعندي خميره بيره اهي، ودي معلقه سكر. هبدا ان انا الخميره احطها في ميه دافيه، ممكن لو عندك لبن هتعجني بيه عادي. وعندي معلقه من الزبده متسيحه طبعا. هنبتدي ان احنا نشتغل طبعا. ان انا هدوب الخميره طبعا انا بحطها في الفريزر عندي. وهجيب شويه ملح طبعا على الدقيق كده، اخلطه. طبعا هحط على البوتاجاز الميه تغلي عشان ابتدي ان انا اسلق الاول القوانص. وبعد كده اول ما تبتدي ان هي تستوي هاخد طبعا الكبد بعديها. دي قوانص بلدي طبعا، ممكن تعملوها كده على طول، بس طبعا القوانص البلدي بتاخد شويه في السوا. يلا بينا على البوتاجاز. ادي الميه يا حبايبي بتغلي، بسم الله الرحمن الرحيم. هبتدي انزل. انا طبعا تبلت الكبد والقوانص دي، وبعد كده غسلتهم من التتبيله اهو. طبعا هشيل الريمه، وعندي بصله مع شويه ورق لورا مع ملح وفلفل اسود لغايه ما يستووا. وبعد كده هنزل على طول بالكبد بتاعتي اللي موجوده هنا. واجهز البصل بقى المفروم عشان نتبل التتبيله بتاعتنا او التعصيجه بتاعتنا. ادي حبايبي الخميره دابت في الميه الدافيه. هبتدي بقى ان انا انزل بالسوائل بتاعتي على العجينه، على الدقيق، واعجن فيها. وبعد كده في الاخر بقى املكها بمعلقه الزبده دي. هرجع لكم لما العجينه تختمر. طبعا انا عاملاها في الحله عشان اسخن الغطا وتختمر بسرعه. لو عايزه تعمليها في اي بوله اعمليها، وغطيها برول ستريتش وارجع لكم بعد ما طبعا تستوي الكبد والقوانص والعجينه بتاعتي تخلص وتختمر. ادي حبايبي الكبد والقوانص بعد ما اتسلقت وقطعتها بالشكل ده. جهزت طبعا بصل مفروم. هبدا ان انا احط كل ده مع بعضيه عشان يبقى كده جوسي. وهحط صينيه على البوتاجاز عشان طبعا اعصجهم كويس. هحط كميه البصل اللي عندي، وعندي ملح وفلفل اسود. عايزه تحطي اي بهارات تانية، بس انا هكتفي بدول عشان احتفظ بالطعم البلدي او كده. وهبدا ان انا احط الصينيه على البوتاجاز وندبلهم ونعصجهم مع بعض. ادي حبايبي حطيت السمنه معاكم. هبدا بقى انزل. طبعا هنا ما اتخلطش كويس، فهنزل بقى هنا بروح اعرف اخلط كويس البصل مع الكبد والقوانص بتاعتي مع التوابل. طبعا لازم نقلب بحاجه سيليكون او خشب عشان طبعا الطاسه ما تبوظش مني. ابدا ان انا اقلب كده. ريحه تحفه. لو عندك كمان قرن فلفل حامي او بارد ممكن تحطيه. ريحه بجد ما اقولكوش عليها، تحفه تحفه تحفه. او تكون جاهزه على الحشو على طول. وطبعا تعالوا نشوف العجينه. بدات اهي تختمر. طبعا لسه شويه عشان الجو برد، فهي بتاخد وقت، يعني وقت كده اكبر شويه من الصيف.
هخلص وارجع لكم. ادي يا حبايبي التعصيجة بتاع الكبد والقوانص، وادي العجينة بتاعتي اختمرت تمام التمام. هبتدي ان انا اشتغل بيها دلوقتي، هشيل كل ده واحط المفرش ونشتغل مع بعض. ادي حبايبي قطعت كده كرات، كرة صغيرة شوية وكرة كبيرة، شايفين الحجم؟ دي اكبر من دي شوية. ليه بقى؟ عشان ابدأ ان انا افرد العجينة دي، اخليها بشكل مدور كده. اجيب النشابة بتاعتي، طبعا دي جت من بالشكل ده. بسم الله. هبدأ ان انا افردها، طبعا احاول ان هي بقدر الامكان ان هي تبقى مدورة بالشكل ده، والتانية هفردها تبقى اقل منها شوية عشان طبعا هتبقى فوقيها متبقاش كبيرة قوي. لذلك انا عاملاها اهو بطريقة بالشكل ده، بالشكل ده كده اهو. حاول بقدر الامكان بالشكل ده. طبعا اجيب الخليط بتاعي وهبدأ ان انا احطه على العجينة الاولانية. ادي حبايبي هبتدي ان انا اجيب الخليط بتاعي كده، بسم الله. هبدأ طبعا بالشكل ده ادخله كده شوية لجوه، بحيث ان انا اجيب اهو العجينة التانية اسحبها كده عليها عشان تتغطى كويس، وهجيب بقى اهو كده بالشكل ده، شايفين؟ اللي من تحت تبقى راكزة على اللي فوق، واضغطها بالشكل ده كده. تمام جدا. وهبدأ بقى ان انا اشيلها، اجيب الصينية بتاعتي زيت او سمنة زي ما تحبي، وهبدأ ان انا بسم الله الرحمن الرحيم ارفعها كده على الصينية. طبعا اكمل باقي الكمية، وممكن كمان نعملها زي الساندوتش كده صغير واخليها بالشكل ده لغاية ما تختمر على الصينية تاني، وندخلها في الفرن واشوفكم لما اطلعها من الفرن. ادي يا حبايبي الحواوشي بتاعنا طلع جميل جدا، وادي هو قطعتلكم واحد من النص، شايفين؟ تحفة وريحته جميلة جدا. وطبعا قطعت معاه طماطم، لو في مخلل كمان لو تحبوا مخلل، بس انا احب الحاجات الطبيعي. يا ريت الطريقة تعجبكم، ما تنسونيش في لايك والشير والسبسكرايب. بحبكم في الله، مع السلامة.